السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبي؟ بتعمل ايه؟ ربكم دايما بخير وصحة وعافية وستر رضا من الله. نكمل اليوم صلى على رسول بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اللهم اني اسألك الصحة والعافية والرضا والستر اليوم ان شاء الله. بص، حبيت اشارك معاكم فيديو. بصراحة بنتي عزماني على مصيف مطروح، فحبيت اشارك معاكم. طبعا بنعمل اكل طبعا عشان رايحين البحر. الشقة اللي احنا فاتحينها دي بصوا اهي، هفرجها لكم كلها دلوقتي وعارفة. بس دلوقتي بعمل ايه؟ حضرت فرخة قلت احمرها كده، يعني ايه طبعا عشوائي، احنا مش خلصنا اي حاجة. احمرها تبلتها بالتوابل. طبعا مفيش لا فرن ولا حاجة، طبعا مش زي بيتك كانت بتعملي البيت كده بتاعك، مفيش لا. يعني بنقضي حالنا وخلاص. اهي تبلت الفرخة بالتوابل كلها اهي، زي ما شايفين. بفضيها صدمة كده على البوتاجاز اهي. بصوا طبعا عملت التليفون وبعمل بايد وبقلب بايد اهي. بصوا حاجة كده طبعا ايه، كان بيجيلنا الشط طبعا في البحر بكرة ان شاء الله. بنحضر يعني ايه فطار ايه الغدا يعني. طبعا الفطار اي حد ما بيروح مصر ياخد جبن بقى وبيف ولانشون والحاجات دي كلها. بس اهو بشارك معاكم الفيديو، يعني هوريكم طبعا هننزل السوق مطروح وكده. هننزل ان شاء الله ووريكم مطروح والشارع وكده. نزلنا في حتة اسمها من النبي عند ليبيا، يعني البحر على طول. عشان ايه؟ نطلع من البيت على البحر على طول. صراحة يعني الشاطئ بتاعتهم حلوة. انا بصوا احط المية اهي، تاخد غلوتين طبعا اهي زي ما شايفين، عشان هنا مفيش فرن. فانا عطيتها صدمة كده وقلت يعني خليها تستوي، وبعدين بعد ما تستوي هوريكم هنعمل ايه. اهي الشقة هصورها لكم اهي. دي اللي خدناها في عند حاجة اسمها سلطانة، اللهم صل على النبي، يعني محل مشهور في شارع على البحر. هفتكر اسمه واقول لكم عليه. اهي دي الشقة، دي المطبخ اهو انتوا شايفين. طبعا مش زي بيتك طبعا، مبقاش زي ما بتعملي حاجة في بيتك مجهزة وكده، لا طبعا. فقلت اصور لكم الشقة اهي. ده الحمام عشان اللي حابب مثلا يصيف او بتاع اهو، يبقى ايه عارف يعني. التلاجة بتاعتهم طبعا تلاجة اي كلام، طبعا مش زي طبعا ما يكون في بيتك زي ما انت شايفة. ده هي شقة اوضتين احنا مأجرينها اهي. بصوا طبعا غاسلة وحاطة الحاجة زي الأنتريه زي ما انتوا شايفين اهو. كنبة اهي. بصوا ده الصالة، حاطين شاشة ترابيزة اهو زي ما انتوا شايفين. هقول لكم بقى السعر كام هتتفاجئوا. بصوا هي اوضتين، هذه الأوضة اللي أنا قاعدة فيها اهي. أوضة بسريرين طبعا، جاية وبنتي وولادها وزوجها اهو زي ما انتوا شايفين. شقة مصيف بقى اهي، دولاب، سريرين. الشقة اللي طبعا بنتي قاعدة فيها 3 سراير وفيها دولاب مقفولة عشان نايمين. تصور معاكم المفاجأة بقى ان ايه، ان اقول لكم يعني بصوا دلوقتي مفيش حاجة اسمها ايه. الاول كنا بنيجي السنة اللي فاتت والله كنا مأجرين الشقة ب600 جنيه في اليوم. السنة دي اخدينها ب1000 جنيه بالعافية. طبعا مش انا اللي بدفع، بنتي عزماني بصراحة. فاللي هو عايزة اقول لكم الاسعار
ارتفعت بطريقة مش معقولة، مش معقولة يعني. ففي دلوقتي يعني اللي هو تقدري تقولي بألف، تقدروا تقولوا ألف ايه لما دورنا وتعبنا على ما لقينا حاجة زي كده يعني مناسبة اهي زي ما انتم شايفين. بصوا لنا الفرخة اهي، بشوفها استوت ولا لأ. لسه هسيبها شوية عم تستوي. ف قعدنا ندور بقى، بنتي قعدت تدور في النت زي ما انتوا طبعا كلكم عارفين ان احنا بندور، ولقينا ب1000 جنيه بالعافية. في بقى ب1500 وفي ب1800 وفي ب2500 وزي ما انت عايزة. بس عايزة اقول لكم ان الاسعار ارتفعت بطريقة مش معقولة، طريقة رهيبة يعني. فالله المستعان. طبعا بنتي بتحب تصيف كل سنة، بما اننا في اسكندرية والشواطئ طبعا اتاكلت كلها، مفيش الا ميامي منظرها. بصوا حبيبتي ان الفرخة خلصت اهي. طبعا هغطي عليها، وبعدين بعد ما نغطي عليها هنعمل طبعا شوية مكرونة مع الفرخة، وهناخدهم ان شاء الله معانا البحر. هوريكم طبعا لما نخلص المكرونة والاكلة هنرجع نشوف هنعمل ايه. كده انا هطفي عليها، هعمل بقى المكرونة. بصوا هنا حبايبي حطيت مية المكرونة اهو عشان نسوي المكرونة. طبعا مين ما بيعرفش يسوي مكرونة. انا هحط المكرونة اسلقها على الفرخة اللي انا عملتها وهاخدها معايا البحر. هنخلص بقى اوريكم نعمل ايه. بصوا حبيبتي هنا ايه، طبعا مين ما بيعرفش يسلق المكرونة اهو. نحط المكرونة هنسلقها زي ما قلت لكم عشان استنى يا مالك استنى. حط المكرونة. مالك من بنتي عايز يساعدني معايا في المكرونه. حط مكرونه معايا، حطيت بذور كل حاجه. بصوا اهو اهو. بصوا مالك اهو بيساعدني، شايفينه اهو. نحط المكرونه اهو هنا ولا هنا؟ هنا اهو، بس اوعى تتلسع اهو. حطيت اهو لسعت. طيب شاطر اهو، بيساعدني زي ما انتم شايفين. طبعا هنسلق المكرونه وبعدين لما تخلص هناخدها مع الفرخه اللي انا وريتها لكم، وهنروح البحر. لما نروح البحر بقى هصور لكم البحر اللي احنا رحناه، وهوريكم الميه بقى والحاجات دي. خليكم معايا. بصوا حطيت الحله اهي، حطيت عليها شويه زيت زي ما انتم شايفين، عشان طبعا مكرونه سهله وبسيطه واي حد يعرف يعملها يعني. شويه في الحله عشان نحط المكرونه عليها اهي. زي ما انتم شايفين كده اهي، زيت قدح. طبعا المكرونه دي سهله جدا، كله بيعرف يعملها، مفيش حد ما بيعرفش يعملها اهو. حطها اهي. بعمل جديد اهو 5 بطون اهو. طبعا هقلبها، احط عليها البهارات بتاعتها، شويه بهارات ملح عشان ما ينفعش تروحي تاخدي مكرونه في البحر بالصلصه تحمر. انا بعملها كده بيضه بشويه بهارات وباخدها مع الفرخه واخلي كده. بصوا المكرونه خلصت اهي، هحط عليها الفراخ زي ما انتم شايفين اهو. ده يعني اكل بسيط كده هنحطه معانا البحر. مينفعش طبعا نعمل حاجات كتير عشان الحاجه بتبقى بتبوظ في الحر. فهنحط الفرخه كده اهي زي ما انتم شايفين، هناخدها معانا في البحر، وده يبقى الغدا في البحر يعني. طبعا فطار كل ربة بيت عارفه بتفطر ايه، وجبن بقى وسندوتشات حاجات كده يعني، حاجات سهله وسريعه وبسيطه. يلا فكروا كده تيجوا تصيفوا كده وتغيروا جو. يلا ادي الفرخه اهي بالمكرونه، سيبها تبرد شويه وبعد كده ايه نروح البحر. لما نروح البحر بقى هوريكم البحر وشكل البحر، خليكم معايا.
اصور الناس والله. يا سلطانة سلطانة بتاع كشري، واحنا بتاع بيتزا كريب وفطائر. حلو محل حلو جميل مليان وزحمة. عايزة اقول لكم مطروح رهيبة، يعني ما تلاقيش مكان تقفي فيه اصلا، بس 3 ايام حلوين بصراحة. البحور عندهم تحفة تحفة تحفة. حاجة بيتزا كريب اي حاجة هتحبي تاكليها هتلاقيها. معاكي اطفال جيبيهم فسحيهم مرجحيهم، هما بقى يعني اجازة الصيف بقى هيفرحوا كده ويبقوا مبسوطين. بصوا الناس زحمة ازاي، بصوا وكله فرحان وكله بيغير جو. بصوا المراجيح اهي، مش عارفة انتوا شايفينها ولا ايه اهي، الاطفال بتتمرجح اهي. بصوا الطلب الاولاني اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. جميل. يا بنتي بتبتدي اهي. حليب او ماشي كريب سي فود. شكرا. وادي الطلب التاني اهو. بصوا ده سي فود، حاجة جميلة كده اهو. قلت اوريكم بس الحاجة اللي ايه اللي هي بتتباع هنا اهو. اتفضلوا معانا بقى. هنا احنا داخلين الشاطئ اللي هو بتاع المروة، الشاطئ اللي هو في الأبيض. تحفة 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 زي ما انتم شايفين كده، المنظر رهيب يعني، حلو قوي. بصراحة مطروح جميلة جدا. شاطئ الغرام.